اللي في الصورة قدامك ده راجل طيب، عنده أرض ورثها عن أبوه، وقلبه مفتوح لأي حد يقرب منه. لما مات الناس كلها قالت كلمة واحدة: قضاء وقدر. موتة نزلت من السماء، محدش ليه يد فيها. الكل صدق إلا بنت واحدة رفضت تصدق، وافتكر حاجة صغيرة اشتراها قبل ما يموت بكام يوم ومحدش فهم قيمتها. الحاجة دي بالذات هي اللي هتقلب القضية في الآخر. بس إزاي؟ خليك معايا. القصة دي فيها حب وفيها طمع وفيها جريمة اتلبست لبس القدر. لو النوع ده بيضايقك تقدر تسيب الحلقة دلوقتي، لكن لو قلبك جامد وعايز تعرف الحقيقة الكاملة خليك معايا للآخر. ومتنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل بتاعك، وتدوس على جرس التنبيهات عشان ما يفوتكش أي حلقة من حلقاتنا. وعشان تعرف أصل الحكاية خليني أحكي لك القصة من الأول. اللي في الصورة قدامك ده اسمه الحاج جابر، راجل عنده 58 سنة، عايش في قرية من قرى المنوفية، والكلام ده كان سنة 2015. الحاج جابر كان فلاح، بس مش أي فلاح، ورث عن أبوه قطعة أرض كبيرة على مشارف البلد، كانت مصدر رزقه وكرامته قدام الناس من سنين. مراته اللي عاش معاها العمر كله ماتت وسابته لوحده في البيت الكبير، ما عندوش فيه غير بنت واحدة اسمها رحمة. رحمة كان عندها 30 سنة، متجوزة وساكنة في نفس البلد على بعد شارعين، وشغالة مدرسة. كانت أقرب واحدة لقلب أبوها، بتعدي عليه كل يوم تطمئن عليه وتعمل له أكله. والناس في البلد كانت بتقول الحاج جابر ربنا كتب له بنت ب100 راجل. بس الحاجة اللي غيرت كل حاجة إن الحكومة قررت تمد طريق جديد يعدي جنب أرض الحاج جابر بالظبط، وساعتها الأرض اللي كانت زراعية دخلت كردون المدينة وبقت تساوي أضعاف تمنها. وبقى كل سمسار في المركز عارف إن أرض الحاج جابر بقت حتة دهب. هو ما كانش بيفكر يبيع الأرض دي، بالنسبة له ذكرى من أبوه. بس اللي محدش كان واخد باله منه إن في عيون تانية بقت مركزة عليها من بعيد. في يوم الحاج جابر خارج من الجامع بعد صلاة الجمعة، لقى ست واقفة قدام بيت جارهم، شكلها غريب عن البلد، لابسة محتشم ونضيف. الست دي كان اسمها عايدة، عندها حوالي 40 سنة، وقالت للناس إنها جاية تأجر بيت في البلد عشان تبعد عن زحمة المدينة. كانت بتتكلم بأدب وعينها فيها حزن، واحدة اتظلمت. البلد كلها رحبت بيها، والحاج جابر سلم عليها وقال لها أهلا وسهلا، البلد بلدك. عايدة استأجرت بيت صغير في نفس الحارة، وبقت بتساعد الستات وتقعد مع العواجيز وتوزع أكل على المحتاج، لحد ما بقت محبوبة في وقت قصير. والحاج جابر اللي كان مكسور من موت مراته بدأ يلاقي في وجودها ونس. كل ما يعرض يساعدها في إيجار البيت ترفض بأدب وتقول له أنا مش محتاجة يا حاج، ربنا موجود. والكلمة دي بالذات كانت بتزود ثقته فيها يوم ورا يوم. راجل على طول الناس بتقرب منه عشان أرضه، فجأة لقى واحدة مش عايزة منه حاجة خالص، وده اللي فتح قلبه ليها على وسع. ومع الوقت عايدة بقت بتعمل له أكله وتسأل عليه لما يتأخر. وفي يوم قال لنفسه أنا راجل لوحدي ودي ست محترمة وملاش حد، إيه المانع؟ وبدأ يفاتح الناس القريبة ليه إنه ناوي يتجوزها. والغريب إن عايدة أول ما فتحها في الجواز قالت له أنا موافقة، بس بشرط واحد، ما تدينيش ولا مليم وما تكتبليش حاجة باسمي، أنا عايزاك أنت، مش عايزة أرضك. الكلام ده نزل على قلب الحاج جابر زي العسل، وخلاه متأكد إنه لقى الست الصح. بس اللي ما كانش يعرفه إن الاستعجال هيبدأ بعد الفرح على طول. عايدة اللي كانت بتقول ما تكتبليش حاجة، بعد كام أسبوع بدأت تجيب سيرة الأرض من طرف خفيف. مرة تقول له الأرض دي همها كبير عليك وانت كبرت، حرام على صحتك. ومرة تقول له
أنا خايفة عليك لو حصل لك حاجة لا قدر الله. البنت وجوزها هياخدوا كل حاجة وأنا هبقى في الشارع. كانت بتزرع الكلام في دماغه بالراحة من غير ما تطلب حاجة صريحة، وهو فاكر إنها بتتكلم من قلب خايف عليه، مش عارف إن ورا الكلمات الحنينة دي كان في حاجة تانية بتطبخ على نار هادية. رحمة كانت أول واحدة تحس إن في حاجة مش مظبوطة. لاحظت إن وش عايدة بيتغير أول ما الناس تبعد، وإنها بتسأل على الأرض والأوراق أكتر من أي ست بتحب راجل. ومرة دخلت عليها من غير ميعاد، لقيتها بتتكلم في الموبايل بصوت واطي، وأول ما شافتها قفلت الخط بسرعة. رحمة راحت لأبوها وقالت له كده بالراحة: يا بابا خلي بالك، الست دي مش مطمناني. وهنا حصل اللي عايدة كانت مستنياه. الحاج جابر زعل من بنته زعل شديد. عايدة كانت من قبلها زرعت في دماغه إن رحمة وجوزها طمعانين في الأرض، فبص لها وقال لها: انت زيهم كده، أنا كنت فاكرك بنتي مش طماعة زي الناس. الكلمة دي كسرت قلب رحمة وخلتها تبعد شوية عن أبوها، وعايدة كسبت الجولة. وبعد كام شهر والحاج جابر غرقان في حنية عايدة، قرر بنفسه إنه يكتب ليها الأرض هبة. راح رايح الشهر العقاري ومعاه عايدة، بس قبل ما يمضي طلب من الموثق يضيف سطر أخير في الورقة. عايدة استغربت وسألته: بتعمل إيه يا حاج؟ فرد بابتسامة هادية: ولا حاجة، ورق وخلاص. الموثق كتب السطر اللي الحاج جابر عايزه ومضى جابر. عايدة ما اهتمتش، المهم عندها إن الأرض بقت في إيديها، وعدى الموضوع ومحدش وقف عند السطر اللي الحاج جابر كتبه ولا فكر فيه تاني. نرجع بقى لرحمة. رغم إن أبوها زعل منها ما قدرش تسيبه في حاله، فضلت من بعيد تراقب عايدة. وفي يوم وهي راجعة من شغلها في المدرسة عدت من قدام كافيه على مدخل المركز، ولمحت عايدة قاعدة جوه مع راجل بتضحك وبتتكلم بحرية، مش بالحزن اللي بتعمله قدام البلد. رحمة حست إن اللي قدامها مش الست المسكينة دي، واحدة تانية خالص. وفي البيت افتكرت الراجل ده مين؟ ده مختار، السمسار اللي كان بيجي البلد يسأل عن الأرض من بعد خبر فتح الطريق الجديد. بس اللي وجع قلبها أكتر إن مختار ده هو نفسه الراجل اللي أبوها وثق فيه. لما الأرض بقت غالية جابر سأل واحد من معارفه على حد يتمنها له، فرشح له مختار وقال له: ده راجل أمين وبيفهم في الأراضي. يعني الحاج جابر بإيده قرب مختار من أرضه ومن بيته، وهو مش عارف إنه بيفتح الباب للي هيدبر نهايته. هنا رحمة ربطت الخيوط مع بعضيها. عايدة اللي مش عايزة حاجة، وعلاقتها بالسمسار اللي عايز الأرض، والجواز كله شكله كده كان خطة من الأول. رحمة حاولت تروح لأبوها تاني، بس كانت خايفة يقول إنها طماعة وخايفة على نصيبها، فقررت تجمع الدليل الأول. بس اللي ما كانتش تعرفه إن الوقت بيجري، وإن عايدة ومختار بعد ما الأرض بقت في إيديهم على الورق فاضل قدامهم خطوة واحدة عشان يبيعوها ويطيروا. والخطوة دي اسمها الحاج جابر نفسه. طول ما هو عايش الأرض مربوطة بيه ومحدش يقدر يبيع من غيره، يبقى لازم الحاج جابر يروح. بيت الحاج جابر كان بيت ريفي قديم على أطراف البلد، في حوش واسع ووراه الزرع والترع والبيوت اللي قرب الغيط. كان أهل الريف عارفين إنها بتيجي فيها التعابين في الحر، والحاج جابر شاف منها كتير في عمره وعمره ما خاف. كان بيطردها بعصايته ويكمل يومه عادي. بس في ليلة حصلت حاجة مختلفة. فتح باب أوضته وهو داخل ينام لقى على الأرض جنب السرير تعبان بيتلوى، اتسمر مكانه، مش من الخضة العادية لكن من حاجة تانية. الأوضة دي جوه البيت بابها بيتقفل ومفيش طريق طبيعي يخلي تعبان يوصل لجوه. ولما بص للتعبان كويس لقى شكله غريب، مش من الأنواع اللي اتعود يشوفها في الغيط بتاعه طول عمره.
طلع التعبان بره بصعوبة وقعد لوحده ودماغه بتلف بيه. تعبان غريب عن البلد دخل أوضة مقفولة لوحده، يبقى كده حد لازم يكون دخله. وجت وراها فكرة أبشع، مين اللي عايز يأذيه ومين اللي بيخش بيته ويطلع من غير ما حد يشك فيه؟ ما قالش لحد كلمة، بس من الليلة دي بقى عارف ان في حد بيحاول يقتله وعايز الموتة تبان انها قضاء وقدر. تاني يوم راح المركز ودخل الصيدلية البيطرية واشترى مصل مضاد لسم التعابين وحطه في جيبه. راجل عمره كله بيشوف التعابين ومهتمش، دلوقتي بيشتري مصل وبيشيله، مش عشان خاف من تعبان، ولكن عشان فهم ان التعبان بقى سلاح في ايد حد عايز يموته. وهو حس بالخطر ومش عارف يحكي لمين، لجأ لأقرب واحدة على قلبه، مراته عايدة. حكى لها على كل حاجة، وإنه لقى تعبان غريب جوه الأوضة، وإنه حاسس إن في حد بيحاول يأذيه، وإنه اشترى مصل شايله معاه في جيبه. عايدة سمعته وطبطبت عليه وقالت له ما تخافش يا حاج، أنا معاك، ده مجرد تعبان زي أي تعبان. جابر ارتاح لكلامها، مش عارف إنه بيحكي مخاوفه للشخص الوحيد اللي عايز يموته، وإنه بنفسه دلها على المصل اللي كان ممكن ينقذه. حاجة صغيرة اشتراها عشان تنقذه ومحدش فاهم قيمتها. في ليلة من ليالي الصيف اللي حرها شديد، ومن ساعة ما جابر لقى التعبان الغريب بقى شايل المصل في جيبه على طول وبيقفل على نفسه بالليل، يومها حس ان في حد عايز يموته، بس قلبه مطوعوش يصدق ان الحد ده ممكن يكون عايدة. والليلة دي بالذات كانت عايدة أحن من أي يوم تاني، كانت بتلف حواليه لحد ما نسيته أي خوف كان في دماغه. الساعة كانت 9 بالليل، قال لها أنا تعبان وعايز أنام بدري. عملت له كوباية شاي وقعدت جنبه لحد ما شربها، وما كانش عارف إن الشاي فيه منوم خلى جسمه يتقل ونفسه يهدى. وأول ما اطمأنت إنه غرق في النوم مدت إيدها في جيبه في هدوء، نفس الجيب اللي قالها عليه إنه بيشيل في المصل، وطلعته وخبته. الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تنقذه شالتها بإيديها بعد ما هو نفسه دلها عليها. الساعة جت 9:30، الست اللي بتنظف كانت لسه بتخلص شغلها. عايدة راحت لها وقالت لها روحي بقى يا حاجة، انت تعبتي وانا موجودة، مش محتاجة حاجة. الست مشيت والبيت فضل فيه بس جابر اللي نايم وعايدة. عايدة قفلت الباب وبعتت رسالة قصيرة على الموبايل بتاعها، وقعدت في الصالة عينيها على باب الأوضة مستنية. ومن فتحة صغيرة في حيطة أوضة النوم كانت عايدة بنفسها فتحتها من كام يوم دخل منها التعبان تاني. الساعة 11 بالليل والبيت غرقان في الضلمة. اتحركت حاجة على الأرض جاية من الفتحة، جسم طويل بيزحف بالراحة ناحية السرير. الحاج جابر كان نايم نوم تقيل من المنوم، وفجأة حس بنغزة جامدة في رجله، صحته من النوم. حاول يقوم بس جسمه مطوعوش ورجليه كان فيها نار. وقع على الأرض، مد إيده في جيبه يدور على المصل، ملقاش حاجة. حاول يوصل لباب الأوضة عشان حد يقدر ينقذه، وفضل يشد في نفسه ومعرفش. وعايدة كانت قاعدة في الصالة سمع الصوت جوه الأوضة وما اتحركتش لحد ما الصوت جوه الأوضة سكت خالص. تاني يوم الصبح البلد كلها اتهزت على خبر إن الحاج جابر مات. عايدة كانت هي اللي طلعت تصرخ وتنادي على الجيران، وقالت إنها صحيت لقت الحاج جابر واقع على الأرض. الناس جريوا، ولما لقوا أثر لدغة التعبان في رجله فهموا على طول إنه تعبان. البيت جنب الغيط والتعابين بتيجي فيه كل صيف. الحكاية كانت واضحة قدام الكل، لدغة تعبان وهو نايم. الحكاية كانت واضحة قدام الكل، لدغوا التعبان وهو نايم. وبدأ الكلام يلف في البلد، ناس بتتحسر وناس بتقول البيت ده فيه نحس من ساعة ما ماتت مراته الأولى، وناس بتقول ده قدر، الأجل لما بيجي مفيش منه مهرب. وعايدة في نص الناس لابسة السواد وبتعيط بصوت عالي، وكل شوية
تقع مغمي عليها، والستات يشيلوها من على الأرض، والناس كانت بتشفق عليها وبتقول مسكينة اتجوزته من كام شهر وراح منها. بس اللي محدش كان واخد باله منه إن عايدة أول ما الناس تبعد عنها وشها كان بيهدى فجأة والدمعة بتقف. وبعد العزب كام يوم راحت أخدت ورق الأرض اللي بقت رسميا باسمها، وقعدت في البيت لوحدها ماسكة الورق وعلى وشها ابتسامة صغيرة. بالنسبة لها اللعبة خلصت وفاضل بس تبيع لمختار وتطير. ما كانتش تعرف إن في بنت واحدة في البلد مش مقتنعة بكلمة قضاء وقدر ولا لحظة. رحمة من ساعة ما أبوها مات ما قدرتش تنام. أبوها عاش عمره كله جنب الغيط وعمره ما اتلدغ. ليه دلوقتي يتلدغ بالظبط بعد ما كتب الأرض؟ كانت حاسة إن في خيط بس مش لاقياه. وفي يوم وهي بتفضي دولاب هدوم أبوها عشان توزعها على الغلابة، لقت في جيب جلابية قديمة ورقة متطبقة. فتحتها لقيتها إيصال من صيدلية بيطرية. أبوها اشترى مصل مضاد لسم التعابين قبل ما يموت بأسابيع. رحمة اتسمرت مكانها. أبوها شاف تعابين كتير طول عمره وعمره ما فكر يجيب مصل. مش معنى دلوقتي بيشتري مصل ده معناه إنه كان خايف وحاسس إن حد عايز يأذيه. رحمة راحت الصيدلية والراجل هناك في الصيدلية أكد لها إن الحاج جابر جه فعلا اشترى المصل، وكان قلقان وبيسأل كتير طب المصل ده راح فين؟ ولو كان المصل ده موجود ليلتها ما كانش مات. الأسئلة دي ما خلتهاش تنام، بس كانت كفيلة تخليها متأكدة إن اللي حصل مش قضاء وقدر. رحمة ربطت الخيوط اللي في إيديها. أبوها حس بخطر واشترى مصل، وبعد كده اتلدغ في نفس البيت اللي عاش فيه عمره وعمره ما اتلدغ. والأرض بقت باسم عايدة اللي شافتها بعينيها مع مختار السمسار اللي بيلف على الأراضي. كل حاجة بقت مربوطة بس في دماغها هي بس، وما عندهاش دليل في ايدها. التعبان راح والناس كلها مصدقة اللعنة. رحمة عرفت إنها لوحدها مش هتقدر، فأخدت الإيصال وكل اللي جمعته وراحت لرجال الأمن. وقفت قدامهم وقالت لهم جملة واحدة: أبويا ما ماتش قضاء وقدر، أبويا اتقتل وأنا عارفة مين اللي ورا الموضوع ده. رجال الأمن في الأول كان صعب يصدقوا إن موتة زي دي تبقى جريمة، بس اللي خلاهم يقفوا حاجتين قالتهم رحمة: إن أبوها اشترى مصل قبل ما يموت، وإن الأرض اتنقلت لست اتجوزها من شهور وعلى علاقة بسمسار. النقطتين دول كانوا كفاية إن هم يفتحوا الملف. أول حاجة استخرجوا الجثة وأعادوا الكشف عليها لأنه اتدفن على إنه قضاء وقدر، اتدفن من غير تشريح. الكشف أكد إن سبب الوفاة سم تعبان، بس التحاليل طلعت حاجة ما كانتش في الحسبان. في جسمه أثر مادة منومة قوية. وهنا وقفوا قدام سؤال منطقي: راجل بيتلدغ من تعبان وهو نايم، ايه اللي خلاه ينام نوم عميق بالمنظر ده لدرجة انه ما حسش ولا قدر يحمي نفسه؟ مين اللي اداله المنوم؟ راحوا عينوا الأوضة تاني ولقوا في الحيطة بتاعت أوضة النوم الفتحة اللي بتوصل أوضة النوم بالحوش اللي بره. فتحة زي دي هي اللي تخلي تعبان يعدي من بره لجوه أوضة مقفولة. الصورة بدأت تبان. مفيش تعبان دخل صدفة، في حد فتح له الطريق. المنوم في الجسم والفتحة في الحيطة قلبوا الحكاية. الموتة دي ما كانتش قضاء وقدر، دي جريمة متجهزة، وحد استخدم تعبان حقيقي كأداة قتل. راحوا يدوروا في المنطقة على أي حد بيشتغل في التعابين، ولقوا في بلد قريبة منهم راجل شغلته صيد التعابين. راحوا له، أنكر في الأول، بس لما ضيقوا عليه الخناق وعرفوه إن الموضوع جريمة قتل خاف واعترف، وقال إن في راجل اسمه مختار اشترى منه تعبان سام مرتين، مرة من كام أسبوع، ولما رجع قال له إن الأولاني ضاع مني فباع له واحد تاني، وكان ده قبل ليلة موت الحاج جابر بيوم. اللي ورط مختار إن رجال الأمن طبقوا التوقيتات فلقوها بتحكي القصة لوحدها. أول تعبان
قبل ما جابر يشتري المصل بأيام، وتاني تعبان قبل الليلة اللي مات فيها بيوم. وبعدين راحوا للحتة اللي بتوصل كل حاجة، مش ورا الفلوس، لقوا تحويلات على المحفظة الإلكترونية بين عايدة ومختار من قبل جواز عايدة بشهور. يعني الاتنين عارفين بعض من الأول قبل ما عايدة تخش البلد أصلا. الصورة كلها اتقلبت. عايدة ما كانتش ست مسكينة، ومختار ما كانش سمسار عدى بالصدفة. الاتنين شبكة واحدة. عايدة تتجوز صاحب الأرض وتخليه يكتب لها الأرض، ومختار يجهز وسيلة قتل، وبعدين ياخدوا الأرض ويبيعوها. والحاج جابر كان مجرد خطوة في نص الخطة. رجال الأمن جابوا مختار وعايدة. عايدة فضلت لابسة قناع الأرملة الحزينة، تعيط وتقول إن اللي بيتقال ده كله كلام بنت طمعانة في ميراث أبوها. ومختار أنكر وقال إنه سمسار عادي ومالوش دعوة. الاتنين كانوا متمسكين بكلامهم، بس رجال الأمن مسكوا الخيط من الطرف الأضعف. مختار اللي جاب التعابين بإيده واشتراها بورقة اتسجلت باسمه، كانت الأدلة عليه أوضح. لما حط قدامه الحاجة، شهادة الصياد ومعادين الشراء وتحويلات الفلوس، حس إنه هيشيل الجريمة كلها لوحده، فقرر ينجو بنفسه وقال: مش أنا اللي قتلته، أنا بس جبت التعابين، واللي دبر ونفذ هي عايدة. وحكى كل حاجة. قال إنه هو وعايدة يعرفوا بعض من زمان، واشتغلوا في أكتر من نصبايا قبل كده. ولما عرفوا إن أرض جابر بقت بتساوي ملايين بعد الطريق الجديد، عملوا الخطة. عايدة تخش البلد، غريبة مسكينة تتجوزه وتخليه يكتب لها الأرض، وبعدين يتخلصوا منه ويبيعوا ويقسموا. وقال إن عايدة هي اللي فكرت في التعبان عشان الموتة تبان قضاء وقدر. هو جاب التعابين وهي فتحت الفتحة، وهي اللي خدرته وشالت المصل من جيبه وسابت التعبان يخلص المهمة. وقدام اعتراف مختار والأدلة كلها، عايدة انهارت، القناع وقع والعياط اختفى وبقى مكانه وش بارد. اعترفت، بس فضلت تحاول تحمل مختار الجزء الأكبر. ولما سألوها عن المصل، اعترفت إن هي اللي شالته من جيبه وهو نايم عشان تتأكد إنه مش هيلاقي حاجة تنقذه. وهنا اتفك اللغز اللي حير رحمة. المصل ما ضاعش، عايدة شالته بإيديها، بس اللي عايدة ما كانتش تعرفه إن الأرض اللي قتلت عشانها مش هتوصل لها. الحاج جابر كان بيبص لبكرة، وكان بيجهز كل حاجة لبنته من غير ما يقول لحد. الأرض رجعت لرحمة، وعايدة ومختار خرجوا من الجريمة بإيدين فاضية، والقتل راح على الفاضي. القضية اتحولت للمحكمة ومعاها كل الأدلة: تقرير الطب الشرعي، موضوع التعبان والمنوم والفتحة اللي في الحيطة، وشهادة الصياد وتحويلات الفلوس، واعتراف الاتنين. وبعد كام جلسة، المحكمة حكمت على عايدة ومختار بالإعدام شنقا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. عايدة اللي دخلت وهي لسه بتحاول تعمل نفسها ضحية، أول ما سمعت الحكم انهارت وبقت بتصرخ، بس المرة دي قدام محكمة شافت الحقيقة كاملة. الوش اللي خدعت بيه البلد كلها ما قدرش يخدع العدالة، والبنت اللي رفضت تصدق كل حاجة وقفت لوحدها في وش حكاية الكل كان مصدقها، هي اللي طلعت الحق من تحت التراب. مش بس رجعت حق أبوها، ولكنها لقت إن أبوها في آخر أيامه كان بيحميها من غير ما تعرف. السطر الأخير اللي كتبه رجع لها الأرض اللي اتقتل عشانها. الحاج جابر مات، بس حمى بنته من قبره. القصة دي بتعلمنا اللي بيبني حياته على خداع الناس مهما كان شاطر ومهما مثل لازم يجي يوم ويتكشف. عايدة قضت شهور بتمثل الحب وفكرت إنها لعبت اللعبة الصح، بس اللي بتزرعه بتحصده. والحاج جابر الغلبان طلع أذكى منها ومن شريكها. الطمع والخداع مهما طالوا آخرتهم واحدة، الضياع. وهنا هسأل حضراتكم سؤال: الحاج جابر حس إن في حد عايز يموته واشترى المصل وجهز السطر الأخير عشان يحمي بنته، بس رغم كل ده
فضل ساكت وما واجهش عايدة ولا حذر بنته صراحة. في رأيكم لو الحاج جابر كان اتكلم بدري مش كان ممكن ينجو بنفسه، ولا الخوف من انه يظلم ست بريئة هو اللي سكته؟ مستني رأيكم في التعليقات، لان التعليقات دي في ناس كتير بتقراها وبتستفيد منها. ومتنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميلة بتاعتك، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام. في مكان بالنهار بتشرب فيه قهوتك، وبعد نص الليل بيتحول لحاجة تانية خالص. تلات رجالة أغنياء دخلوا المكان ده وطلعوا مفلسين وساكتين. بس الرابع دخل المصيدة وهو عارف إنها مصيدة. كل واحد فيهم كان فاكر نفسه بيلعب، بس الزعيم طلع اللي ما كانش حد يتوقعه. وفاتورة قهوة رخيصة هي اللي وقعتهم كلهم.